ديال الجبني، درت معاه مطيشه، معاه شويه البصله وزيت الزيتون، التوابل اللي كنخدم في هذا الطبق ديال الكسكسو اللي هي الملح، عندي سكينجبير، قزبر يابس، بابريكا باش كتعطيني اللون بما انني ما كنخدمش المطيشه ديال الحك، عندنا الخرقوم، عندي شويه ديال البزار. تنخلي هاد التوابل وهاد المكونات يتجانسوا مع بعضياتهم شويه. من بعد ما تقلى مزيان غادي نضيف دابا الماء ونخليه يمرق، نخليه يطيب على خاطرو لحم التشمر كيشد شويه الوقت. وشويه الملفوف، الخضره اللي كتشد الطياب شويه كنخليها هكا طيب. الان نضيف الخضر اللي هي عندنا الجزر، كاين اللفت الصفر، اللفت الابيض والقريعه حتى يطيب هذا الشيء. عاد نديرها، ما تنديرش فيه البلول كتير لانه ما تيحتاجش البلول كتير، كيبغي يكون غير قليل لانه ما كيشربش بحال السميد. من بعد ما طابت الخضيره ضفت الفول والجلبانه والقريعه الحجيه البلديه ثم القريعه البلديه الرطيليه، ونسدو عليهم ونزيد واحد شويه ديال السمن باش يعطينا واحد المذاق. كناخدو الملفوف اللي درناه في لاشوار، نضيف ليه شويه الخرقوم، البزار، سكينجبير عادي باش يجي بنين، سكينجبير، شويه قزبر يابس، البزار ما كنديرش فيه الملحه لان غندير فيه السمن، ما تنديرش فيه الملحه، شويه البزار غير شويه. بالنسبه للملح ما غنديرهاش، درت زيت ديال الزيتون، زيت العود، غادي نبقى نحرك فيه هكا حتى يهبط. نضيف واحد شويه ديال السمن حتى هو ضروري باش يبنو، ونخليه. من بعد ما نضج نضيفوا ليه شويه ديال البلول ديال الكسكسو، المرق باش يجي فيه بنه، درنا فيه اصلا السمن وغادي نزيدو ثاني السمن، نبقى نحرك حتى يتلصق حتى يتلصق، ما يبقاش فيه حس البلول. يلاه يهز ليا المرق ديال الكسكسو، والمرق قلنا يكون ناشف ديال الكسكسو، تيكون قليل نشفيه، ما يبقاش فيه حس الماء، غير داكشي قليل. هذا دابا نخليوه ينشف. المرق ديال الكسكسو ها هو وجد، ما فيهش البلول، هادشي شويه اللي خليت، غادي نزيد نغليه ما يبقاش حتى يتعلك ونسقي به. الان الملفوف جاهز، ما بقاش فيه الماء، شفتوا؟ يمكن نسقيه دابا ونقدمه.